السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين. رجعنا ليكم بعد فترة انقطاع، معلش كنت مشغول شويتين. عايز بس أول حاجة في الأول، سامحوني. أنا دايما فيديوهاتي بتكون مركزة أكتر على المحتوى العلمي، وغالبا بتبقى يعني تصوير ذاتي. فسامحوني أوقات يطلع الصورة مش مظبوطة، أو يطلع الفيديو مش أحسن حاجة مثلا في الصوت أحيانا أو كده. فسامحوني. بحاول ان انا اجتهد واديكم بس الماده العلميه، لانه غالبا عارف ان حضراتكم بتكونوا يهمكم اكتر الماده العلميه اكتر من اي حاجه، وده هو هدفنا الاساسي والرئيسي. النهارده هنتكلم على البرجر، كل ما يخص البرجر، موضوع البرجر. طيب، نرجع للتسميه. كلمه همبرجر دي تسميه خطأ، لان همبرجر بتدل على حاجه مصنوعه من الهام اللي هو لحم الخنزير، وطبعا ده مش موجود غالبا في مصر، يعني يكون دايما في الدول الاوروبيه والخارجيه. لكن في مصر احنا المفروض نسميه بيف برجر او برجر. طب ايه اكتر البرجر ليه مشهور عن اكتر من اي حاجه تانية؟ لقينا لما بحثنا في الموضوع زمان، لقينا لانه سهل نطقه على الاطفال بالذات. فتساله تحب تاكل ايه؟ برجر. برجر، همبرجر. فزائد كمان ان هو طبعا ليه قبول عند ناس كتيره. معظمنا بيحب ياكل برجر خارج الاماكن. لكن عايز اقول بعض الحاجات. اولا، عشان تاكل البرجر لازم يكون في اماكن ابروفد، اماكن معتمده، اماكن مطاعم معروف ليها بحسن السيره، المطاعم الكبيره. ودايما عايز اقول لحضرتك ما تفكرش كانت كمستهلك يعني في الفرق السعر، لان فرق السعر اللي بتاخده ده في المطاعم الكبيره او السلاسل الكبيره هو بيوازيه حاجات كتير قوي انت مش واخد بالك منها. بيوازيه بقى ايه؟ بيوازيه جوده، بيوازيه سلامه، امن غذائي، بيوازيه اهتمام بنظافه، بالهيجين وهكذا. فدايما ما تفكرش في موضوع السعر قوي، انك انت تاخد حاجه سعرها رخيصه. طيب دي اول حاجه. ثانيا، لو حضرتك هتفتح مطعم، انصحك طبعا انك انت ما تجيبش البرجر من الاماكن المصانع المجهزه اللي بتبيع سوبر ماركتات، اي اسماء بقى انت عايز تقولها، اي نيمز انت عايز تيجي على بالك يعني. فما ينفعش. ليه؟ لانك انت ده معمول للاستهلاك المنزلي. البرجر وزنها صغير، حجمها صغير، ما تنفعش ابدا للمطاعم. طيب، تالت حاجه هنتكلم عن برجر بقى، نقول اللحمه بتتعمل ازاي، وايه افضل انواع اللحمه، وايه افضل القطعيات وهكذا. طيب، بيتعمل ازاي؟ احنا بنجيب اللحمه، سواء بقى هتجيب لحمه نوعها ايه. طبعا الانواع هقول لحضرتك عليها. طبعا زي ما احنا عارفين كلنا وزملاء المهنه، في البرازيلي، في النيوزيلندي، في الاسترالي، في الهندي، في الاثيوبي، وفي البلدي. بس طبعا البلدي في مصر، الانتاج الحيواني في مصر ما بيكفيناش اصلا ان احنا نشتغل منه في المطاعم والفنادق. فدايما بنلجأ إلى المستورد. من أفضلهم طبعا يعني أنا أعتقد بعد السنين الطويلة اللي اشتغلنا فيها في البرجر، النيوزيلندي ممتاز جدا، والبرازيلي. الهندي يعني درجة أقل بصراحة. لو بتدور بقى إنك تتوفر في التكلفة وما انصحكش يعني فهو الهندي. دون إن إحنا نعمل دعاية لحد، بس أنا بقول لحضراتكم دايما كأخ وزميل يعني. فده الموضوع. طب القطعيات ايه؟ القطعيات زي ما انت عايز بقى، بس يكون فيها نسبة فاتس. يعني في ناس بتعملها يعني نيك اند شولدر، اللي هو الكتف والرقبة. وفي ناس بتعملها كتف بس، وفي ناس بتعملها سن، وفي ناس بتعملها سن وبتحط عليها نسبة بوش. طبعا الجزارين عارفين موضوع البوش ده. لو انت هتجيب بلدي، حتى لو هتجيب مستورد برضه، يبقى لازم تحط عليها نسبة فاتس من 10 ل 20%. جربناها كتير جدا جدا، لانها دي افضل نسبة بالنسبة للدهون اللي بتضيفها على اللحمة، ما تزيدش عن 20%. في ناس عملتها ل 30% وجربناها، لانها بتسود على الجريل وتبقى مفتفتة شوية. هتبقى مفرفتة معاك يعني على الجريل، فمش هتبقى ملكة كويس. طيب، ده بالنسبة للقطعيات. طب القطعيات كويسة، ممكن تعملها سن كويس جدا، ممكن تعملها سن. ممكن تعملها بوش زي ما اتفقنا، بس طبعا ما تبقاش وش فخدة يعني. ده لو القطعيات يعني. حتى في كمان المستورد دلوقتي في قطعية بيبقى مكتوب عليها بيف تشاك كذا كذا. بيف تشاك اللي هو بيبقى زي فصوص لحمة او كده يعني، بيف تشاك. تمام. طيب، وزن البرجر هيبقى كام يا جماعة؟ هيبقى 100 جرام للحجم المتوسط، و150 جرام للحجم العادي، و200 جرام. افضلهم 150 و200 جرام، دي احجام كويسة جدا، هتجيب معاك نتيجة كويسة، وهتبقى يعني قابلة للتسوية بشكل كويس. طيب، وقت تسوية البرجر قد ايه؟ البرجر تسويه على مرتين، يعني على وجهين يعني. كل وجه هياخد منك اللي هو تو سايدز يعني. كل سايد هياخد منك من 8 دقايق ل 10 دقايق تسوية. ده على حسب طبعا درجة حرارة الجريل، بس ده في العادي من 8 ل 10 دقايق.
طيب افضل نسويه على جريل عادي ولا جريل شاركول؟ طبعا قولا واحدا الشاركول، اللي هو الجريل بتاع الفحم الامريكي. ليه؟ لانه بيديك نكهه الريحه بتاعه الشوي، بتبقى ريحه الشوي فيه قوي، لانه فعلا فحم امريكي ومعمول على الفحم، واي حاجه بتتعمل على الفحم طعمها بيبقى اجمل ما يتعمل على الفلات توب جريل. يعني فلات توب جريل ولا عادي ده، لا دي طبعا بتبقى افضل منه، اللي هي البيف تشاك لما بينزل على الشاركول ده بيبقى حلو قوي. طيب ده عرفنا دلوقتي البرجر، تسميته، نشأته، القطعيات. طيب هل انا كنت من اسبوعين مع حد بيعمل برضه مشروع كده، ربنا يوفقهم، قالوا لنا احنا هنجيب لحمه بلدي. طيب هتجيب لحمه بلدي، طب كويس، بس تاكد من حاجتين: الجزار ده القطيعات بتاعته كلها دايما هي يعني سوري، الذبيحه ما بتتغيرش، يعني مره هجيب لي ذبيحه كويسه ومره ذبيحه وحشه. ده اول حاجه. تاني حاجه نسبه الفاتس. طبعا نصحتهم وافضل ان هو يخلي الجزار ده يفرم له، لو جزار امين وكويس مفيش مشكله، بس يفرم لنا اللحمه، يفرمها بنسبه دهون من 10 ل 20%، وجربناها لقينا 20% كويسه جدا. 30 لا مش حلوه، ال 30، ال 20 كويسه. طيب ايه تاني؟ السعر بقى طبعا لازم، يعني احنا في الاخر برضه بنفتح حاجه هادفه للبيع والاستثمار يعني. فقلت له هيبقى واقف عليك الكل بكام؟ قال لي بحوالي من 450 ل 500 جنيه. اعتقد ده يبقى تكلفه عاليه شويه مقارنه بالسوق، لان حضراتكم عارفين وانت بتحط سعر اي منيو قدامك حاجتين اتنين: الكوست كنترول بتاعك، تكلفه المواد الغذائيه، وامونج ذا ماركت، والسوق اللي حواليك بيبيع بكام. يعني لو البرجر ساندوتش مثلا بيبيع ب 300 جنيه، انت ما ينفعش تبيع ب 500 او ب 600. او لو هو ب 300 جنيه عند المنافس اللي جنبيك ده، ما ينفعش تبيعه ب 150، يبقى في حاجه غلط، هيقول اللحم بتاعه مش مظبوط او اللحم جودته مش كويسه. ده بصفه عامه. انما لو لقيت حد هيديك بلدي جوده كويسه وسعر كويس مفيش مشكله. بس زي ما قلت لكم في الاول، بصفه عامه في مصر الانتاج الحيواني في مصر ما بيكفيش الاستهلاك بتاعنا كلنا. طيب حته اخيره: البرجر كل اللعب فيها يا جماعه في موضوع الصوصات. دلوقتي بتعمل بقى صوصات. طبعا هم الناس دول كانوا برضه بيفكروا، الاصدقاء دول، ان هم يعملوا زي اون صوص. قلت لهم الاون صوص ده انك بتعمل الصوص بتاعك الخاص بيك كويس، هيميزك، لكن الخوف ان هو يبقى النهارده عملوا فلان، بكره عملوا واحد تاني، النهارده سين بكره صاد، فالطعم ممكن يختلف. زائد ان ممكن يكون الشيلف لايف بتاعه يبقى قصير، مش هيستحمل معاك كتير زي اللي بتجيبه الشركات. في شركات كتير في مصر بتعمل صوصات ممتازه جدا وحلوه، انا بصراحه انصح بيها انك تجيب الصوص جاهز افضل، هيبقى الشيلف لايف بتاعه افضل عندك، هيقعد معاك مده اطول، هيستحمل معاك. فاي حد عنده سؤال لو سمحتم ما يترددش ويبعت لي ويتواصل معايا. ونقطة أخيرة: طبعا انتوا عارفين إن إحنا عندنا شركة الامتياز لإدارة وتشغيل المطاعم، استشارات مطاعم، استشارات تشغيل، تدريب كوادر مختلفة، من أول الصف، من أول الشيفات لحد المديرين، فأونلاين برضه. فإن شاء الله لو أنتوا حد حابب ممكن أسيب لكم رقم الموبايل تتواصلوا معايا: 010 17 10 9 2 10. والإيميل أعتقد موجود برضه على صفحة اليوتيوب. شكرا بكم، شكرا لكم، وأتمنى تعملوا شير وسبسكرايب لو المحتوى عجبكم. شكرا، مع السلامة، بالتوفيق.